من اهم الصوصات في البيت هتعمليها. هتحبي فعلا انك تحضريها، وتقريبا ممكن تقومي دلوقتي حالا تقومي تجهزيها عشان تبقى دايما في تلاجتك وماليه كده بيتك خير بيها. شايفين صوص التوميه تحفه ازاي، وكريمي جدا وخطير، ولما تعمليه من ايدك كمان هتبقي مبسوطه قوي بيه. تمام. وكمان وصوص الكريزي الليمون كمان. ويلا بينا بقى على المقادير ونشوف طريقه التحضير. كوبايه من الفول السوداني هاتيها، انزلي بيها كده في طاسه سخنه، وابتدي كده ايه اديها تحميره بسيطه خالص. تمام. بس نشيل الرطوبه اللي موجوده في الفول السوداني. وكمان كوبايتين من السمسم، يبقى هنعملها من كوبايتين من السمسم. السمسم بتاعي انا متحمص عشان كده نزلت عليه بعدين. تمام. لكن هو انت لو مش متحمص فانزلي بالاتنين مع بعض ياخدوا ايه تسخينه واحده. دقيقتين وطفي عليهم، سيبيهم كده يهدوا خالص، وبعدين ابتدي اضربيهم في الكبه كده، هاتيها وابتدي اطحني فيها لحد ما تديكي القوام اللي هتشوفيه دلوقتي. اهو شايفين بينزل حاجه زي الزيت كده، وبتحسي ان هو كريمي خالص. ابتدي بقى هاتيه وعلى كوبايتين من الدقيق نزليهم، وابتدي بقى ايه بالدقيق كده افركيهم كانك بتبسي كحك بالظبط. تمام كده. افركيها كويس جدا كده، وزي بالشكل دوت ايه هيبقى زي شايفين شكله عامل ازاي كانك بتبسي كحك. تمام. ويلا بينا بقى ايه على الخلاط. هاتي كده الشفشق بتاع الخلاط بتاعك وانزلي بالخليط بتاعك. تمام. وابتدي بقى عليه بكوبايه الا ربع من الزيت. انا ما خدتش الكوبايه كلها، خدت كوبايه الا ربع من الزيت. وابتدي كده اضربيهم، هيديكي قوام الطحينه بمنتهى السهوله والسرعه. حضرتيها وعملتي كميه حلوه جدا ووفيره، ويعتبر اقتصاديه طبعا عن اللي بنشتريها من بره. وكمان احلى من كده انك عاملاها بايدك. شايفين القوام حلو جدا. يلا بينا بقى على اللي بعد كده. تعالي نشوف حضرنا ايه. حضرنا مع صوص الكريزي الليمون، حاجه كده سهله وبسيطه وتتجهز في دقايق هتكوني خلصتيها. انا معايا نص كيلو من الليمون، كان جاي لي هديه لان انا مش من هواة الليمون خالص. بس طبعا انك تعمليهم تحوليه لصوص كده ده حاجه كده خطيره. شيلي منه كده الميه على جنب. تمام. وهاتي نص كوبايه او كوبايه صغيره خالص من المايونيز، يعني بمقدار 4 معالق من المايونيز. تمام. وابتدي كده ايه اطحنيهم مع بعض كده في الهاند بلندر او حتى في شفشق الخلاط، مفيش مشكله. ابتدي اضربيهم، وكده معلقتين 3 من الزيت هتنزليهم. الزيت بس عشان يديكي قوام ناعم. وكمان معلقتين من حبة البركة هتنزليهم برضو عليهم. يبقى كده وهنا فصين توم يا جماعة هتحطيهم. هيديكي طعم تحفة جدا. هنا الصوص ده بيتعمل بالبطاطس كمان المسلوقة، بس انا مش هحط بطاطس مسلوقة عشان الصوص يفضل معايا اكبر وقت ممكن. تمام. لكن البطاطس المسلوقة طبعا هتقلل عمره، يعني هتخليه ممكن يحمض بسرعة. تمام. هنا بقى معلقتين من حبة البركة. ولو حسيتي القوام تقيل شوية بشوية المية اللي انت شلتيهم على جنب دول بتوع الليمون، يبقى حلو حلو قوي لو موجود. انزلي بقى شوية شوية لغاية ما تحصلي على قوام تكوني انت مرتاحه له. تمام. يعني الموضوع مش صعب خالص. وبكده الكريزي ليمون تمام معايا في التلاجة بقى احفظيه. يلا بينا كده على التومية. كوباية ونص من المية، نص كوباية من النشا بمقدار 4 معالق من النشا. ابتدي دوبيهم لحد ما تاخدي القوام الشفاف اللي هتشوفيه دلوقتي معانا. زي ما شايفين دوبناهم على طبق مسطح، نبتدي نفردهم لحد ما يبردوا خالص وتبتدي تستخدميهم. شايفة الدرجة المفروض تبقى عليها القوام يبقى شفاف جدا. على طبق مسطح كده ابتدي افرديه، وفي الهواء كده برديه، وعلى الخلاط بتاعك او الهاند بلندر اضربيه. 4 فصوص من الثوم هتجيبيهم تنزلي بيهم في الخلاط بتاعك. تمام. معايا كمان كوباية من الزبادي، قدها مايونيز، قدها زيت. تمام. وعصوري كمان ليمونة كاملة، ومعلقتين كبار من الخل لحد ما تاخدي القوام اللي هتشوفيه دلوقتي. يبقى نزلنا كده بايه 4 5 فصوص من الثوم، كوباية من الزبادي، كوباية من المايونيز، وقدها زيت. كله على بعض، المقادير كلها على بعضها، ما تنزليش بالزيت سرسوب ولا اي حاجه. هتاخدي القوام ده زي ما انت شايفه كده، قوامه تحفه جدا وهيعجبك جدا باذن الله. لايك وشير بقى وتنسي كومنت لطيف منك حطي عشان انا بحب اقراه بصراحه. واشوفكم في فيديو جديد.
مع السلامة.